حابين نعرف اهم انجاز انت لما حققتيه في الخارجيه المصريه حسيتي بالفعل ان انت مصريه اصيله. الحقيقه انا ما اعتقدش ان في انجاز واحد، في العديد من السي في واضح. لا حقيقي يعني بس دايما بيبقى فيه انجاز عزيز كده على القلب. اكتر حاجه انا يعني حسيت بالفخر بان احنا جبنا جون في العالم زي ما بيقولوا. يعني في تقديري انا هو في حاجات كتيره زي ما حضرتك بتقولي، انما واحد، خلينا نقول واحد من اهم الانجازات اللي انا كنت فخوره جدا بيها هو قدرتي على التفاوض مش بس باسم مصر في اثناء رئاسه مصر لدول عدم الانحياز. يعني توليت التفاوض على إنشاء هيئة المرأة للأمم المتحدة UN Women باسم 135 دولة. 135 دولة دول كانوا جماع الدول النامية على مستوى الأمم المتحدة، وكانت عبارة عن لجنة الJCC أو لجنة التنسيق المشترك لمنظمة النام اللي هي منظمة عدم الانحياز، بالإضافة إلى منظمة G77 and China اللي هي مجموعة 77 والصين، ودول عبارة عن هم لوحدهم عبارة عن 134 دولة. فيعني ان انت بتتفاوضي باسم كل الدول النامية لإنشاء هذه المنظمة للمرأة للمرة الأولى، في مقابل مفاوض آخر قدامك أو عدد من المفاوضين بيكلموا بأسماء مختلفة لمجموعات الدول الغربية والدول يعني الدول المتقدمة. ده كان تحدي كبير جدا. وبعدين الدول النامية ما يستهانش بيها، 135 دولة دول هم مجموعة من أذكى وأشطر وأكبر الدول النامية على مستوى العالم. يعني مصر كانت بتقود 135 دولة من بينهم، وليس فقط وليس حصريا، من بينهم الصين، من بينهم الهند، من بينهم كوبا، من بينهم البرازيل، من بينهم الكثير من الدول اللي هي بجنوب افريقيا. تتحدثي باسم تقريبا يعني اكثر من نصف الكره الارضيه من النساء، اكثر من نصف بالظبط كده، وباسم الدول وتوجهها في شأن هذه المنظمه، كيف تخدم المرأة فيها، تبقى شكلها ايه. فعلشان تصلي الى تنسيق وقناعه تخدم كل هذه الدول مع بعض، دي قدره لا اعتقد لا تستطيع عليها الا مصر. انا اصلي متحيزه، فيعني مش بتكلم على قدرتي انا